بشرفكم في أحلى من قعدة الصوف بالشتوية. بس قبل كل ما كنت بدي ولعه كنت أتعذب كتير، لحديت ما ابني علمني هالطريقة رح أعلمكم عليها. طريقة كتير سريعة لتوليع الصوف. شوية كلينكس، عندي زيت قلي مستعمل، برش زيت القلي المستعمل على الكلينكس وبلفهم هيك على بعضهم. بحطها هون، بحط حطبة على اليمين وحطبة على الشمال، بحط الحطب فوقهم هيك بالعرض، عن جديد بالطول بحط حطب، الصغار من تحت الكبار من فوق. هيدا الشروق بالستوف بدي افتحه، بده يكون هيك، بقلبه هون في حديدة، هاي الحديدة بدها تكون هيك ليسحب كل الدخنة. شفتوا الكلينكس وينها جوا؟ وحدة تانية مثلها ولا، لأنه في زيت على الكلينكس ما بتحترق بسرعة، وشوي شوي بتولع لي الحطبات. بسكر الستوف عليهم، بتأكد إنه الشروق من هون كمان مفتوح. نار بعدها والعة وعم تولع الحطبات شوي شوي. شفتوا ولا أهين من هيك؟ كتير هينة هالطريقة وما في ولا مرة إلا ما بتزبط. وبسكر عليهم. هيدا الحطب الرطب بحط له 3 من هول البول كلينكس اللي فيهم زيت. هول الحطبات ولعوا، بس لأنه رطبين شوفوا ببلشوا يكبوا مي. شوي شوي بيولعوا. هلا ولع الستوف بسكرها من هون، انتبهوا تحرقوا ايديكم. وهي بتركها مفتوحة حتى يولعوا منيح الخشبات. بس يقلع منيح الستوف زد له حطبة. شفتوا كيف بوقفها حتى يضل يفوت هواء من بين الحطبات تيحترقوا. وبالاخر بدي اطلب منكم تنتبهوا ما يجي ولا خشبة على القزازة، لأنه الخشبة إذا جمرت تكسر القزازة. وإذا بدكم حرارة الفرن تعلى بدكم تسكروا هيك، بس انتبهوا ما تحرقوا ايدكم. وهيدا الصوف ولع وأحلى سهرة حد النار. إذا بدي خفف النار بسكرهم. محظوظ اللي عنده صوف على الحطب ببيته، وخاصة إذا كان في فرن بقلبه. بتشوي بقلبه بطاطا، بتشوي ستيك، دجاج، شو ما بدكم بتحطوا بقلبه. بس أطيب شي عندي سندويش الأشقوة مسخن.